بتبدأ الحكاية بشاب اسمه بريسيوس، وده بيكون ابن الملك زيوس، لكن مامته بتكون بشرية وبيكون عايش على الأرض. وبريسيوس الحاجة الوحيدة اللي كان يمتلكها حصان سحري عنده أجنحة وبيقدر يطير، والحصان ده الملك زيوس كان مديهوله هدية عشان يساعده يعيش على الأرض ويكون مختلف عن باقي الناس. وبريسيوس كان معروف إنه نصه ملك ونصه إنسان عادي، بس الناس كلها كانوا بيتعاملوا معاه على إنه إنسان عادي وإنه مش ملك ولا حاجة زي باباه زيوس. ومن فترة كبيرة زيوس عرض على بريسيوس إنه يعيش مع الملوك زي باقي عيلته، بس بريسيوس رفض وفضل إنه يعيش على الأرض مع مراته اللي ماتت من سنة وابنه الصغير. وبعد فترة من حياته الطبيعية زيوس راح زار بريسيوس في البيت وكمان طلب منه المساعدة. فطبعا في الأول بريسيوس كان مستغرب وقال له طالما انت جيت لي لحد هنا يبقى أكيد في كارثة هتحصل. فزيوس عرف بريسيوس إن المكان اللي محبوس فيه الشياطين والعمالقة اللي اسمه ترساروس أسواره بدأت تنهار، ولو ملحقوش يرجعوها ويبنوها تاني الوحوش والعمالقة هيوصلوا للأرض وهيدمروا كل حاجة. وكمان زيوس عرف بريسيوس إن ملك الشياطين كرونوس هيخرج هو كمان من السجن بتاعه، وده كان أخطر شيطان في العالم. وكمان وقتها بنعرف إن كرونوس ده أصلا أبو زيوس وجد بريسيوس، لكن اختار طريق الشر، ومن ساعتها وهو محبوس في السجن ومستني أي لحظة عشان يخرج. والغريب بقى بريسيوس لما سمع من زيوس ما كانش فارق معاه وقال له إن دي مشكلتك أنت والملوك، حاولوا تحلوها بعيد عني. فوقتها زيوس اترجى بريسيوس وقال له إنهم دلوقتي محتاجين كل القوة اللي عندهم لأن الشر اللي جاي عليهم ده قوي وخطير جدا. بس برضه رغم الكلام ده بريسيوس رفض وقال له إنه هيفضل قاعد هنا عشان يحمي ابنه. فزيوس قبل ما يمشي قال لبريسيوس إنه فاكر نفسه ضعيف عشان نصه إنسان ونصه ملك، لكن الحاجة دي هي أقوى حاجة فيه وهو الوحيد اللي هيقدر ينقذ العالم. وبعد لما خلص زيوس كلامه سلم على بريسيوس ومشي. ولما الليل جه بريسيوس وهو نايم حلم بكابوس، والكابوس ده كان عبارة عن وحش ضخم كبير بيدمر الأرض كلها، والوحش ده بقى هو كرونوس جد بريسيوس. وعلى الجانب الآخر زيوس راح لأرض الملوك وطلب من أخوه بوسايدن وابنه التاني إيريس إنهم يتجمعوا عشان يقفوا قدام الخطر ده ويحاولوا يرجعوا سور السجن تاني عشان كرونوس ما يخرجش. لكن الغريب وقتها كان رد إيريس لأنه مهتمش لكل كلام زيوس وكان كل تركيزه إن بريسيوس أخوه ما جاش معاه. وكان واضح من كلام إيريس إنه بيكره بريسيوس لأن بريسيوس كان من أم بشرية لكن إيريس كان من أم ملكة. وساعتها بقى زيوس أخد أخوه ابنه وراحوا للعالم السفلي لأخوه التالت هادس ملك العالم السفلي. وهادس أول ما شاف زيوس قال له إن أخيرا بعد السنين دي كلها ولاد كرونوس اتجمعوا تاني. فزيوس طلب من هادس إنهم يساعدوه عشان يبني السور تاني ويحاولوا يمنعوا خروج الشياطين والعمالقة، لكن هادس رفض الكلام ده وقال لزيوس أنت اللي نفتني للعالم السفلي ودلوقتي بقى جاي عشان تعمل مصالحة واساعدك. فزيوس قال له لازم ننسى الكلام ده ونتحد دلوقتي يا إما هنموت كلنا. بس هادس ما فرقش معاه أي كلمة من اللي زيوس قالها، وكمان أمر كل وحوش العالم السفلي إنهم يهجموا على زيوس وأخوهم التاني بوسايدن. والغريب وقتها بقى إن إيريس ابن زيوس غدر بيه هو كمان وكتفه أخد السلاح بتاعه منه، وساعتها بقى استخدم السلاح ده عشان يفتح بوابة العالم السفلي ويخرج جزء من العمالقة للأرض. وعلى الجانب الآخر العمالقة فعلا خرجوا وأول حاجة عملوها هجموا على قرية بريسيوس، وطبعا الناس كلها كانوا عمالين يهربوا من الوحوش وبريسيوس هو الوحيد اللي جري جاب السيف بتاعه وبدأ يحارب فيهم. لكن وحوش العالم السفلي كانوا أقوياء جدا وبريسيوس ما كانش قادر عليهم بقوته. فساعتها بقى قرر يستخدم ذكائه وربط واحد من الوحوش دي وراح للقش، وأول ما الوحش طلع نار ولع في القش اللي حواليه وحرق نفسه. وبعد معارك كتيرة جدا بين بريسيوس وبين الوحوش قدر يبعدهم عن القرية بتاعته والدنيا هديت شوية. بس وقتها بقى بريسيوس عرف انهم فعلا كده في خطر، وساعتها اخد ابنه وراحوا لمعبد الملوك عشان يقابلوا زيوس. لكن الغريب بقى بريسيوس فضل قاعد فترة وزيوس ما جالوش لحد دلوقتي. فوقتها بريسيوس قلق وقال ان اكيد في حاجة بتحصل في العالم السفلي. وفي اللحظة دي ظهر بوسايدن عم بريسيوس، وساعتها بقى كان مصاب ومجروح وبيتحرك بالعافية. ولما بريسيوس سأله عن اللي بيحصل بوسايدن عرفه إن عمه التاني وأخوه إيريس حبسوا زيوس في العالم السفلي وعمالين يستنزفوا قوته. فبريسيوس ما كانش عارف يتصرف إزاي وسأل عمه المفروض يعمل إيه دلوقتي. فبوسايدن عرفه إنه لازم يروح للعالم السفلي عشان يحرر زيوس ويتحد معاه ويقفوا قدام قوى الشر. فبريسيوس قال لبوسايدن يعمل الكلام ده إزاي وعرفه إنه نصه ملك ونصه إنسان.
فبوسايدن قال له اللي هيساعدك توصل للعالم السفلي وكمان توصل لقوتك ملك زيك تاني، نصه إنسان ونصه ملك. فبريسيوس سأل عمه هو بيتكلم عن مين، فعمه عرفه إن عنده ابن اسمه أجنور، وده نفس بريسيوس بالظبط، نصه إنسان ونصه ملك. فبريسيوس سأله عن مكان ابنه، فعمه عرفه إنه في الغرب مع الملكة أندروميدا، وكمان قال له لما يوصل لابنه يقول له يوديه عند واحد اسمه الثاقب، وده هو الوحيد اللي هيساعده عشان يجمع كل القوة ويقدر بريسيوس يوصل لقوته الحقيقية. وكمان قبل ما بريسيوس يمشي عمه اداله الرمح بتاعه وقال له إن الرمح ده هيساعدك في الطريق، ولما تخلص مهمتك ادي الرمح لابني. وفي اللحظة دي بقى عم بريسيوس ما استحملش الألم وللأسف مات. وعلى الجانب الآخر زيوس كان محبوس في العالم السفلي، وأخوه وقتها بدأ يساومه وقال له إنه لو ساعدهم عشان يخرجوا كرونوس ساعتها كرونوس هيسامحهم وهيسيبهم عايشين. فزيوس قال له أنت إزاي مصدق الكلام ده، وعرفه إن كرونوس حاول يخلص عليهم كذا مرة قبل كده، فقال له إنه منسيش ولا حاجة، بس المرة دي ما قداموش حل غير إنه يصدقه. وكمان عرفه إن عشان كرونوس يخرج لازم ياخد آخر قوة موجودة على الأرض، والقوة دي بقى قوة زيوس. وعلى الجانب الآخر بريسيوس اتحرك وأخد الحصان بتاعه وطار عشان يروح يدور على أجنور ابن عمه. وبعد مشوار كبير بريسيوس وصل للغرب وراح للأميرة اللي عمه قال له عليها، وأول لما الأميرة شافت الحصان بتاعه عرفت إن ده نص ملك ونص بشري، وسألته هو جاي عندهم ليه. فبريسيوس عرفها إن أجنور ابن عمه وجاي هنا عشان محتاج مساعدته. فالملكة قررت تساعده وفعلا أخدته وراحت عشان توديه لأجنور. ولما بريسيوس راح لأجنور عرفه إن أبوه مات وطلب منه إنه يوديه عند واحد اسمه الثاقب، وكمان قال له على الخطورة اللي العالم فيها وإنهم لو ما اتحدوش العالم كله هينتهي والوحوش والشياطين هيخلصوا على البشر. فأجنور لأول مرة في حياته قرر يبقى شجاع وقال لبريسيوس إنه هيساعده، وكمان قال للملكة تحضر مركب عشان لازم يتحركوا في البحر لأن ده الطريق الوحيد للملك الثاقب. وبعدها وهما في الطريق الملكة سألت أجنور وقالت له مين الملك الثاقب ده، فأجنور عرفها إن ده ملك قديم جدا اسمه إيفستوس، والملك ده هو اللي صنع رمح بوسايدن وسيف هادس وصاعقة زيوس. وكمان أجنور عرفهم إنه لو جمعوا الثلاث قوى دول وحطوهم في رمح تريو ساعتها هيبقى معاهم سلاح خارق، وبريسيوس لو استخدم السلاح ده هيقدر يوقف الشر ويخلص على كرونوس. وبعدها أجنور طلب من بريسيوس الرمح عشان هو اللي هيدلهم على طريق الملك الثاقب. وفعلا أجنور استخدم الرمح وبدأ يوجه المركب ناحية القرية اللي فيها الملك. وعلى الجانب الآخر في العالم السفلي أخو زيوس وابنه إيريس بدأوا يجهزوه عشان هيقدموه فدية لكرونوس، وطبعا كانوا بيعملوا كده عشان يتقوا شره. وفي نفس الوقت ده بقى بريسيوس واللي معاه كانوا وصلوا للقرية، بس وهما ماشيين وقعوا في فخ وأجنور اتعلق في الشجرة، وساعتها بقى ظهرت وحوش عملاقة، والوحوش دي هي اللي كانت بتحمي الجزيرة. وطبعا بريسيوس عشان يحميهم استخدم قوته وقدر انه يخلص على واحد من العمالقة دول. واول ما العملاق الاب جه وشاف مع بريسيوس رمح بوسايدن عرف انه من الملوك واحترمه وقدم له الاعتذار. وكمان بعدها العمالقة قرروا يساعدوا بريسيوس ويودوه عند المكان اللي بيدور عليه للملك الثاقب. وفعلا بعدها بريسيوس وصل اخيرا للملك هيفستوس، ولما بريسيوس طلب منه المساعدة هيفستوس رفض وقال لبريسيوس انه كان ملك قوي ودلوقتي بقى ملوش اي لازمة، واللي عمل فيه كده هو باباه الملك زيوس. فبريسيوس عرفه ان الكلام ده ملوش لازمة دلوقتي وان العالم كله في خطر ولازم ينسوا اي خلافات كانت بينهم. وكمان الملكة اتدخلت في الكلام وطلبت من الملك الثاقب انه يساعدهم ويعمل حاجة صح لان كل اللي على الارض في خطر بسبب الوحوش والشياطين. وبعد حبة محايلات عليه اخيرا وافق يساعدهم، والملك الثاقب عرفهم ان زيوس اكيد هيبقى محبوس في ترساروس وده يعتبر السجن في العالم السفلي. فبريسيوس سأله هيعرف يوصلهم هناك، فالملك الثاقب عرفه ان هو اصلا اللي صنع السجن ده، وكمان قال له انه عامل طريق سري عشان يقدر يوصل للسجن بسرعة. وعلى الجانب الاخر زيوس خلاص بدأ يفقد معظم قوته وفضل يترجى اخوه انه يحرره عشان اللي بيعمله ده غلط، وكمان قال له ان لما كرونوس يرجع تاني اول حاجة هيعملها هيخلص عليهم وحاول يفوقه. فاخوه وقتها مردش عليه وبدأ يفكر في كلام زيوس. وفي اللحظة دي بقى زيوس نده على ابنه بريسيوس وقال له يكمل الطريق وعرفه انه قرب يوصل. وفعلا بعدها بريسيوس والملك الثاقب واللي معاهم وصلوا عند مدخل العالم السفلي، بس قبل ما يدخلوا
فجأة ظهر لهم إيريس أخو بريسيوس، ووقتها بقى إيريس بدأ يتخانق مع بريسيوس واللي معاه عشان ما كانش عايزهم يدخلوا للعالم السفلي ويحرروا زيوس. وفي الوقت اللي بريسيوس كان بيتخانق فيه مع إيريس استغل الملك الثاقب اللي بيحصل ده وراح عشان يفتح باب العالم السفلي. وبعد محاولات كتير أخيرا نجح إنه يفتحه، بس دلوقتي لازم يدخله بسرعة لأنه في خلال دقيقة بيقفل تاني وهيبقى صعب إنه يفتحه. ولما الملكة راحت تساعد بريسيوس وتحارب إيريس للأسف معرفتش لأن إيريس كان قوي جدا. وساعتها بقى الملك الثاقب قرر يضحي بنفسه وحط عصاية في البوابة عشان يوقفها شوية وراح عشان يحارب إيريس بنفسه. والملك الثاقب قال لبريسيوس واللي معاه يدخلوا بسرعة للبوابة ويسيبوه هو يتصرف مع إيريس. وفعلا بعدها بريسيوس وإجنور والملكة دخلوا للعالم السفلي والباب اتقفل عليهم. وفي الأول طبعا بريسيوس ما كانش فاهم حاجة لأن العالم ده كبير جدا، بس لحسن حظه بقى إجنور كان محتفظ بخرايط الملك الثاقب وقال لبريسيوس إنه هيقدر يوصله للسجن اللي فيه زيوس. والغريب بقى كل ما بريسيوس واللي معاه يعدوا مرحلة يجي لهم مرحلة أصعب، وكمان ظهر لهم وحش وبريسيوس بدأ يتخانق معاه. وبعد معركة كبيرة جدا بينهم بريسيوس قدر يخلص عليه ورجعوا يكملوا طريقهم تاني عشان يوصلوا للسجن اللي في العالم السفلي. وعلى الجانب الآخر أخو زيوس أخيرا فهم خطورة الموقف اللي هم فيه وراح لزيوس وقال له إنه هيساعده. فوقتها زيوس هو كمان اعتذر لأخوه على اللي هو عمله وإنه نفاه هنا من سنين. وطبعا بعد الكلام ده أخو زيوس خلاص حن وقرر خلاص إنه يفرج عنه، بس للأسف قبل ما يعمل كده إيريس وصل وضرب عمه وحصلت معركة كبيرة جدا بينهم. وفي اللحظة دي بقى أخيرا بريسيوس وصل لزيوس، بس للأسف بيلاقي إنه خلاص بينهار وقوته كلها الوحش كرونوس كان يعتبر أخدها. ولما بريسيوس حاول يحرر زيوس للأسف ما قدرش، وكمان وقتها الوحش كرونوس خلاص قرب يتحرر. ففي اللحظة دي زيوس بدأ يشجع بريسيوس وقال له إن دلوقتي لازم يستخدم القوة اللي جواه لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تنقذهم. وبعد محاولات كتير أخيرا بريسيوس قدر يحرر زيوس وكسر الرابط بينه وبين كرونوس. ولما إيريس شاف اللي بيحصل ده رجع لهم تاني بسرعة وبدأ يهجم عليهم، لكن عمه هادس رجع هو كمان وحاول إنه يتصدى لإيريس عشان يدي وقت وفرصة لزيوس وبريسيوس إنهم يهربوا. وقبل ما زيوس يهرب إيريس رمى عليه الرمح وعمل لزيوس إصابة في ظهره، وزيوس باستخدام الرمح ده عمل ربط بين قوته وبين قوة بريسيوس وقدروا إنهم يتنقلوا من العالم السفلي للأرض وراحوا لقرية بريسيوس. ولما بريسيوس والملكة حاولوا يعالجوا زيوس قال لهم إن للأسف مفيش أمل، وكمان حاول يشجع بريسيوس لأن كده الوحش كرونوس خلاص قرب منهم جدا. فبريسيوس ساعتها بيعتذر لزيوس وبيقوله إن هو اللي غلطان عشان ما جاش معاه من الأول وحاول يساعده. فزيوس قال له ما يقولش كده وكمان عرفه إن هو اللي أنقذه دلوقتي. بس الغريب وقتها زيوس سأل بريسيوس هو جاب القوة دي منين، فبريسيوس قال له معرفش، بس عرفه إن الحاجة الوحيدة اللي كان بيفكر فيها هو إنه يفضل عايش عشان خاطر ابنه. فزيوس قال له إن ده مصدر قوتك ولازم دايما تحارب بكل القوة اللي عندك عشان تكسب المعركة وترجع عايش لابنك. وكمان زيوس عرفه إن الحاجة الوحيدة اللي هتخلص على كرونوس هو رمح تريو. فبريسيوس عرف زيوس إن رمح تريو عشان يكمل لازم يبقى معاهم الثلاث حاجات: الرمح بتاع عمه والسيف والصعقة بتاعت زيوس، وهم دلوقتي معهمش غير حاجتين بس، الرمح والسيف، وفاضل الصعقة ودي موجودة مع أخوه إيريس. فزيوس قال لبريسيوس يتصرف بأي شكل بس لازم يصنع رمح تريو في أسرع وقت. فبريسيوس لما بيخرج من خيمة زيوس بيبدأ يكلم أخوه إيريس عن بعد وعرفه إن المعركة دي لازم تخلص بينهم هما الاتنين، ولو عايز فعلا يخلصها يقابله عند معبد الملوك. فإيريس قال له إنه جاهز ومستني اليوم ده من زمان. وفعلا وقتها بريسيوس جاهز وودع الملكة وزيوس وأخد الحصان بتاعه السحري وطار عشان يوصل للمعبد. وعلى الجانب الآخر الملكة جمعت كل الجيوش وبدأت تجهز لحرب نهاية العالم. وللأسف بقى بعد كام ساعة كرونوس بدأ يتحرر، وأول حاجة عملها فتح بوابة وحوش العالم السفلي عشان يهجموا على الأرض. وللأسف بقى الوحوش دي كانت أقوياء جدا وكانوا بيقدروا يخلصوا على البشر بكل سهولة. وطبعا الملكة وكل الحراس كانوا بيدافعوا عن نفسهم على قد ما يقدروا لحد ما بريسيوس ياخد صعقة زيوس من أخوه إيريس ويصنع رمح تريو ويخلص على كرونوس. وعلى الجانب الآخر بريسيوس وصل معبد الملوك وهناك بقى لقى إيريس مستنيه وكان معاه ابنه. فبريسيوس طلب من إيريس إنه ما يعملش لابنه حاجة لأنه ملوش علاقة باللي بيحصل. فإيريس عرفه إنه فعلا هيعمل كده وإنه جايبه هنا بس عشان يتفرج عليه وهو بيموت.
وفعلا بعدها بدأت المعركة بين إيريس وبريسيوس، وطبعا في الأول إيريس كان هو المسيطر لأنه كان أقوى من بريسيوس بكتير، ورغم إن بريسيوس كان عمال يتضرب لكن كان بيحاول بكل قوته ياخد صعق زيوس عشان يكمل قوة السلاح اللي بيصنعه. وفضلت المعركة بينهم مستمرة، شوية إيريس بيضرب بريسيوس وشوية بريسيوس بيضرب إيريس. وعلى الجانب الآخر هادس أخو زيوس راح له وطلب منه إنه يسامحه، وكمان اداله نص قوته عشان يرجع يبقى قوي ويتحدوا الاتنين مع بعض. وأول لما زيوس قام شكر هادس على اللي هو عمله، واتفقوا من النهاردة يبدأوا صفحة جديدة ولازم يخلصوا على كرونوس عشان يحموا البشرية. وفعلا بعدها زيوس وهادس دخلوا المعركة وبدأوا يموتوا في وحوش العالم السفلي عشان يوصلوا لكرونوس. وعلى الجانب الآخر إيريس اتمكن من بريسيوس وخلاص كان هيخلص عليه، بس ساعتها قرر ما يعملش كده، وعشان يقهره قرر يخلص على ابنه قدامه. وفي اللحظة دي بقى بريسيوس أول لما حس إن ابنه في خطر بقى قوي جدا وراح وهجم على إيريس وقدر يضربه، وكمان أخد منه صعقة زيوس وخلص عليه بيها. وبعدها على طول بريسيوس جمع القطع الثلاثة وحطهم جنب بعض وصنع أخيرا رمح تريو. وعلى الجانب الآخر زيوس وأخوه دخلوا في معركة مع كرونوس، وطبعا كانوا بيعملوا كده عشان يعطلوه على قد ما يقدروا لحد ما بريسيوس يجيب الرمح ويجي ويخلص على كرونوس. ووقتها فعلا بريسيوس ركب على حصانه السحري وطار بأقصى سرعة عنده عشان يوصل لكرونوس. وفي اللحظة دي زيوس وأخوه اتحدوا وصنعوا بقوتهم هما الاتنين عاصفة وضربوها على كرونوس. وكمان في اللحظة دي بريسيوس هو كمان وصل وبدأ يحارب كرونوس، بس للأسف بقى كرونوس كان عمال يقوى أكتر وأكتر، وبضربة واحدة بس من إيده قدر يعمل زلزال في الأرض ويتصدى لقوة زيوس وأخوه، لدرجة إن قوتهم انتهت وما بقوش قادرين يقاوموا، وحتى زيوس نفسه ما بقاش قادر يستحمل هو كمان. ولحسن الحظ بقى بريسيوس قدر يدخل جوه الوحش وفضل يجرحه في كل مكان برمح تريو، وبسبب قوة الرمح كرونوس فضل يتألم. وبعد دقايق بسيطة أخيرا كرونوس اتدمر وبريسيوس قدر يخلص عليه. وبعدها بريسيوس رجع للملكة والجيوش وهو فرحان لأن خلاص كده الشر انتهى. وطبعا ساعتها الملكة كانت فرحانة جدا وشكرت بريسيوس على كل اللي هو عمله. بس للأسف في اللحظة دي عم بريسيوس راح له وقال له يروح يودع زيوس لأنه خلاص كده للأسف هيموت. فبريسيوس راح لزيوس وهو متأثر، بس زيوس فضل يشجعه وقال له إن أخيرا عملتها، وإنه زي ما قال له في الأول هو الوحيد اللي كان هيقدر ينقذ العالم. بس بريسيوس طبعا وقتها ما كانش فارق معاه الكلام ده كله، وقال لزيوس إن هادس عمه ممكن يستخدم قوته وينقذه. فزيوس عرفه إن فعلا هادس عمل كده واستخدم قوته مرة ودلوقتي مش هينفع ينقذه تاني. وبعدها زيوس حط ايده على بريسيوس ووصله يستخدم قوته بحكمة، وكمان عرفه ان من النهاردة خلاص مفيش ملوك ولا شياطين، وانه لازم يعيش حياة طبيعية ويربي ابنه انه يبقى شجاع وقوي زي جده وزي باباه. وللأسف في اللحظة دي خلاص زيوس كان فقد كل قوته واتجمد ومات، وكده بريسيوس هيبدأ حياة جديدة مع الملكة ومع ابنه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.